السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم جميعا. فيديو جديد هنتعلم فيه مع بعض إزاي لو أنا بعمل أي قطعة كروشيه، شال أو كوفية أو رانر أو مفرش بالوحدات، إزاي أقدر أحدد أنا محتاجة كام وحدة بالظبط، ومحتاجة كمان كمية خيط قد إيه. أولا لازم تحددي نوع الخيط اللي انت هتستخدميه للمشروع اللي انت هتعمليه. على الأقل يكون عندك من الخيط ده شلة أو باقي من شلة يكفي إن انت تعملي وحدة. اولا لازم تكوني حددتي النوع الخيط اللي انت هتشتغلي بيه، وكمان تكوني قررتي الوحدة اللي انت هتنفذيه بيها القطعة دي، سواء كانت بقى شال، كوفية او مفرش. يبقى انا كده محتاجة اني فورا انفذ وحدة من اللي هشتغل بيها المشروع. لو انت حددتي المشروع بتاعك دوت هيكون بوحدة شكل واحد، اوقات بنكون بنعمل وحدة مثلا سادة ومعاها وحدة زي دي او غيره، فاشتغلي وحدتين، واحدة من دي وواحدة من دي. قررتي ان هي واحدة واحدة، فورا قومي اشتغلي الوحدة دي وشوفي انت هتحتاجي هي تكون قد ايه. اوقات مثلا بنعمل الوحدة دي كده، يعني بتكون مثلا صغيرة عن كده، هعملها اتنين جنب بعض مثلا ويعملوا كوفية. خلاص قدري وشوفي مثلا هتعملي انت الكوفية عرضها مثلا 20 سنتي، فمحتاجة الوحدة بتاعتك تكون 10 سنتي. وبتعملي حساب برضو التشبيك بيزود، مفيش سنة بسيطة قوي واوقات لأ، على حسب طريقة التشبيك اللي هنشوفها ان شاء الله مع بعض في فيديوهات جاية ان شاء الله. انت مثلا عايزه قياس متر مثلا لعرض المفرش، والوحده عندك دي وليكن هنقول مجازا ان دي 20 سنتي، فخلاص انا مثلا هزودها سطر، خلاص هتبقى 20 يعني. فانت هتعملي المتر 20، خلاص انا هعمل 5 وحدات. طيب انا عايزاهم كام لون؟ عايزه من دي ومعاها الساده بتاعتها او لا؟ كل دي حاجات انت بتقرريها، بس اللي بتكوني محتاجة القرار فيه أكتر حاجة في الأول هي الألوان اللي انت هتستخدميها كام لون، وكمان المقاس وكمية الخيط. فرضا لو أنا هعمل مفرش طوله وعرضه متر، يبقى أنا محتاجة قلنا دي مجازا 20 سنتي، يبقى محتاجة 5 وحدات من دول. التشبيك أشبكه بقى، أنا هكون محددة أنا هشبك مثلا بحاجة خفيفة، حاجة تدي فراغ، ما بتبقى فروق بسيطة جدا. فدي لو 20 سنتي وأنا عايزة المفرش متر، يبقى أنا محتاجة كام؟ 5 وحدات جنب بعض عشان يديني نتيجة المتر. طيب والطول؟ أنا عملت كده خلاص سطر واحد اللي هما ال5. طيب محتاجة أكمل بكام؟ اللي فوق هيبقوا 4، 5 كده و5 كده، يبقى أنا كده محتاجة عدد 25 وحدة أشتغلهم من دول. طيب انا كده حددت العدد اللي انا عايزاه. طيب انا هجيب خيط قد ايه؟ انا مثلا عندي ديفا متبقي، فخلاص انا قررت اشتغل بالديفا، ودي انا اشتغلتها بديفا. هجيب قد ايه كمية؟ هنشوف مع بعض. يكون عندك ميزان، او ممكن توزني مثلا في سوبر ماركت قريب ليكي، اللي فيها كويس بس في كيس، واي ميزان اللي هو الرقمي ده هيطلع لك هي دي كام جرام. انا مثلا عندي الميزان بتاعي اهو. انا كده جبت الميزان بتاعي فتحته، هظبطه بس على قياس الجرام. ادي قياس الجرام، واقيس الوحدة دي كام جرام، طبقتها اهو. يشوفوا 30 جرام، طلع وزن الوحدة الواحدة 30 جرام. فنضرب ال30 في ال25، يطلع لي ناتج 750 جرام. يعني أنا محتاجة 7 شلات ونص من خيط ديفا علشان أنفذ قطعة بالوحدة دي قياسها متر في متر. ال750 جرام دول أكيد مش هتشتري 750 جرام خلاص، بس انت عرفتي انت محتاجة تقديرا كام. هتزودي بقى اطار، هتزودي حافة بقى شراشيب بالبيكو او بغيره، شراشيب متهدلة طبعا بتعملي حسابها. هتزودي مثلا شلة، خلاص يبقى انا هجيب، انا كده محتاجة 8 ونص. طيب اشتري 9 شلات، يبقى انا مقدرة، وطبعا هيفيض معايا، هينفعني بعد كده. مفيش حاجة في شغلنا في الكروشيه بتكون بالظبط او بالملي. اوقات كتير بيعجز علينا خيط واحنا بنشتغل، اوقات كتير بنحتاج لنص شلة حتى ولا ربع شلة عشان نكمل القطعة اللي في ايدنا، وبنضطر ناخد بدايل علشان مش لاقيين نفس الخيط، ودي بتكون ازمة. فالكروشيه او شغل اليدوي مش بيبقى بالظبط بالملي. لما يزيد عن حاجتك ويتبقى عندك توظفيه في حاجة تانية ممكن تكملي بيه نفس المشروع تاني، ده بيكون افضل كتير.
هنقيس على اللي انا قلته ده. لو انا عامله وحده صغيره 10 سنتي الكوفيه، انا قررت ان الكوفيه دي عرضها 20 سنتي في طولها مترين. احسبي بقى انت كده محتاجه وحدتين في العرض، هيدولك المقاس اللي هو 20 سنتي. اضربي في طول المترين، يبقى انت كده محتاجه كام؟ يبقى انت كده محتاجه 40 وحده. 40 وحده من قياس 10 سنتي، لانه الضعف. الاتنين هنا هيدوني 10، ولما ترمي فوق مثلا الكوفيه توصلي ل 2 متر، يبقى انت كده محتاجة كام؟ 40 وحدة. الطريقة دي بتسهل عليكي كتير، ما بيبقاش الشغل عشوائي. مهم جدا ان انت الوحدة اللي هتنفذيها كتجربة علشان تشوفي انت محتاجة كام وحدة ومحتاجة كام جرام من الخيط، بنفس الخيط اللي انت هتستخدميه. حتى لو مش عندك، يعني فرضا انت مش عندك اصلا خيط ديفا ومطلوب منك، او انت عايزة تنفذي قطعة بالديفا وحدات كبيرة او صغيرة، اشتري شلة ديفا، مش مشكلة، اشتري شلة لغاية لما تقرري المقاس بتاع الوحدة وعددهم هيبقوا كام، فبالتالي أنا عايزة وزن كذا خيط، وروحي كملي الخيط. مهم جدا تاخدي بالك من نقطة التشبيك. هل انت هتشبكي بمنزلقة، منزلقة رايح جاي بحشو إلى آخره؟ هل التشبيك اللي انت هتشتغلي بيه بيديكي مساحة زيادة على القطعة؟ فبالتالي لازم تاخدي دي في الاعتبار وتراعيها وانت بتختاري وبتكرري عدد الوحدات بالنسبة لقياس القطعة اللي انت هتنفذيها. ده كان فيديو بسيط عن ازاي انا هشتغل قطعة من الوحدات، اقرر ازاي انا محتاجة كام وحدة، وازاي المقاس، وازاي كام جرام انا محتاجاهم من الخيط. يا رب اكون قدرت اوصل معلومة ولو حتى بسيطة تفيدك. ولو وصلتوا للجزء ده في الفيديو فشكرا جزيلا على المتابعة، ونتقابل إن شاء الله في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.